بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ريفيو. النهارده هيبقى معانا على ماسكارا اسينس ليش برنسس الخضراء. تمام. على مميزاتها، واقول لكم ازاي تعرفوا الكوبي وتعرفوا الاوريجينال، تميزوها ازاي، عشان في بنوته كانت بتسالني عن الموضوع دوت. وهوريكم وهقول لكم فوائدها واقول لكم هي بتعمل ايه، وهوريكم شكلها على الطبيعه، شكل الفرشه بتاعتها. تمام. بس لو مش مشتركين بقى في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واللي جربتها يا ريت تقول لنا رايها في الكومنتات، واي سؤال او في الكومنتات وانا هجاوب عليه. بس معانا بقى المسكره بتاعت اسينس ريش برنسس. تمام. الخضراء. عايزه اقول لكم من اجمل المسكرات اللي ممكن تجربيها، هي فعلا مسكره حلوه قوي. ماشي. شكل الفرشه بتاعتها على شكل مخروطي بالشكل ده. تمام. بصوا اهي، الشكل ده بقى بيخليها تدي الرموش كثافة عالية وتطول الرموش. وعايزة اقول لكم كمان التركيبة بتاعتها بتغذي الرموش جدا. ماشي. وعايزه اقول لكم حلوه قوي يا بنات، جربوها، ويا ريت اللي جربوها يقولوا لي رايهم تحت في الكومنتات. بتفصل الرموش، بتقويها وبتطولها وبتديها شكل جذاب قوي. وكمان سوادها، السواد بتاعها سواد حلو قوي. وكمان فيها زيوت بتغذي الرموش وبتطولها. تمام. بس في بقى بنوته كانت بتسالني اعرف افرق ما بين الكوبي ازاي وما بين الاوريجينال. الاوريجينال بيبقى فيها الدايره دي من تحت، شايفين الدايره دي. الكوبي لا، الكوبي بيبقى فيها خط بس كده من تحت، ما بيبقاش فيها الدايره دي. اوريجينال وانتي بتفتحيها وبتقفليها في الاستخدام، في تكه كده بتبقى معاكي، مش عارفه هتبقى باينه لا، بس في تكه كده بتعمل تك معاكي وانتي بتقفلي. الكوبي لا، ما بتعملش كده. الاوريجينال هتلاقي التصنيع بتاعها جنب حرف الاي اهو اهو. تمام. التانية بقى هتلاقي مكتوب تحت هنا، التصنيع بتاعها بيبقى موجود تحت هنا، ما بيبقاش موجود فوق هنا. تمام. بس فرق ما بينها ما بين الاوريجينال دي، طبعا ماسكارا اوريجينال تانية. ماشي. اخر برضو حاجة عشان تعرفوا منها اللون الكتابة ديت. ماشي. بيبقى لونها فاتح، اخضر فاتح او اخضر باهت كده. التانية بيبقى الخضار بتاعها يعني اخضر غامق. تمام. بس حبيت افيدكم، يا رب اكون فدتكم في الفيديو. اللي لسه مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومفيد. انتم امارات يا بنات، والسلام عليكم.